يكتب رزق الإنسان وهو في بطن أمه عند نفخ روحه، لا يمكن أن يزيد الرزق الذي كتبه الله لك أبدا ولا ينقص. وإذا تيقن المسلم ذلك فإنه يطمئن، يزول عنه القلق. تجد بعض الناس قلق بشأن الرزق. أنت لا تقصر في بذل الأسباب، ابذل الأسباب، لكن لا يأتيك من الرزق إلا ما كتب الله لك. فبعض الناس يبذل ويطرق جميع أسباب الرزق ومع ذلك يبقى فقيرا، لأن الله لم يكتب له من الرزق إلا هذا. وبعض الناس ببذل أدنى سبب يفتح الله عليه الدنيا، لأن الله كتب له الرزق هذا. أعرف رجلا من الناس لا يكاد سبب من أسباب الرزق إلا طرقه، ومع ذلك مات فقيرا بل مدينا. فالرزق لن يأتيك من الرزق إلا ما كتب الله لك.